السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي من السهير، عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ بقى في الوحدة التانية. احنا خلاص خلصنا الوحدة الأولى، نزلت عليها المراجعة. اللهم صل على سيدنا محمد. وفي حاجة هعملها لكم، أنا ابتديت أو عملت بالفعل قناة على الواتس، لسه عاملاها حرفيا وأنا جايه في الطريق. فبإذن الله هنزل لكم اللينك بتاع القناة، مش عارفة هينفع ينزل ولا لأ، بس هنزله. أو على الأقل كده كده رقمي معاكم، أو بيبقى مكتوب على الشاشة، أو بيبقى مكتوب تحت الفيديو في الوصف. فخشوا ابعتولي، هعمل قناه هتبقى طلاب الشهاده الاعداديه فقط، يعني ليكوا انتوا بس. والقناه دي بقى هبتدي بدل ما ابعت يعني كذا حد بيخش يقول لي ايه، ابعتي امتحان، ابعتي PDF، ابعتي اسئله. فانا بصراحه بتشتت، يعني مش هقول ان انا بعرف ارد على الكل، انا برد بس اكيد غصب عني. في ناس ايه ما بشوفش بقى المسجات، والله انا بيبقى في ضغط رسائل عليا، وانا بالفعل عندي شغل تاني فما فيش وقت. فانا هعمل ايه؟ هبعت لكم على القناه دي كل بقى حاجه، هبعت الاسئله، هبعت الPDFات، الفيديوهات الشرح لما تنزل هبعتها اول باول، هتبقى زي وسيله تواصل بيني وبينكم مره واحده كلكم، تمام؟ فانا هبقى اسيب لكم باذن الله اللينك بتاع القناه ورقمي، اللي مش عارف يخش من اللينك يبعت لي على الواتس وانا هدخله، تمام؟ خلونا بقى نبدا باذن الله دلوقتي في الوحده الثانيه، وناخد اول درس فيها. طيب قبل ما ابدا في الوحده هي الوحده بتتكلم على ايه؟ الوحده بتتكلم على حاجه اسمها فيزياء. احنا الجزء اللي فات ده كله كان الكيمياء، اللي هو بقى تفاعلات، عناصر، الكلام الجميل اللي احنا بنموت فيه ده. طيب الوحدة دي بتتكلم على الفيزياء. الفيزياء عبارة عن مسائل، قوانين، دراسة خصائص للحاجة، الحاجات اللي بتتحرك، الحاجات الثابتة، الضوء، الكهرباء، كل الحاجات دي فيزياء. طيب احنا الفيزياء اللي هناخدها هي هتتكلم عن ايه؟ اول حاجة عندنا هنتكلم على التيار الكهربي. ازاي بقى جت فكرة ان احنا نعمل كهرباء اصلا؟ ازاي بنعرف نقيس الكهرباء؟ ايه الحاجات اللي بنستخدمها، المصطلحات اللي بنقولها، كل الكلام ده هناخده. طيب واحدة واحدة كده، خلونا نبدأ. نجيب اول درس، يلا بسم الله. طيب قبل ما ابدأ الدرس، هو بيقول لي ان صعب الانسان يعيش من غير كهرباء. طب ليه يا مس صعب نعيش من غير كهرباء؟ اول ناس قبلنا سنة تالتة اتخلقوا اكيد ما كانش في كهرباء، وكانوا عايشين عادي، بس كانت حياة بدائية جدا. يعني تخيلوا كده ان انتوا بقى ولا في تليفونات، ولا في تلفزيون، ولا في مثلا نت، ولا في اي حاجة، ملل، صح؟ فاحنا الكهرباء دي كان بالنسبة لنا اختراع زمان بقى، ما كانش فيه الكلام ده كله، حتى اللمبة ما كانتش موجودة. كان في زمان الشمعة، وساعة ما اتطوروا او قبل الشمعة اصلا كان في نار، هي دي مصدر الضوء بقى، واللي بيمشوا يعرفوا الطريق منها. ولما اتطوروا شوية عملوا مصباح، اللي هو مصباح الزيت ده، اللي هو مصباح بيحط فيه بنزين او كيروسين او اي يعني وقود، وبيولع كده، اللي هي اللمبة اللي بتبقى جواها زيت دي. المهم ده كان زمان. جه بعد كده واحد اسمه اديسون. اديسون ده اخترع مصباح، اول مصباح كهربي. طب ازاي يا عم اديسون جالك بقى فكرة الكهرباء؟ يعني تخيلوا، حطوا نفسكم مكانه كده، انا قاعدة مش فاهمة اي حاجة في الدنيا، ما اخرنا لو انا عايزة انور عشان اعمل حاجة بولع شوية نور، او اجيب شمعة، او اجيب حاجة زي كده، وجه في بالي ان انا اصنع حاجة تفضل مضيئة باستمرار، وانا اللي اتحكم في الاضاءة بتاعتها، اقفلها او افتحها. وبعد كده بقى ابتدينا نتطور ونعمل اجهزة زي كل الاجهزة الحديثة دي. طيب اول حاجة كده، الكهرباء اصلا جت منين؟ قال لي احنا عارفين من الكيمياء بقى. استنى اجيب القلم بس، فين. خلونا بقى عشان نعرف ازاي التيار الكهربي ده اتعمل، نفتكر حاجة كده. لو فاكرين ان اي ذرة، يعني مثلا زي ذرة ايه، اكسجين مثلا، ماشي؟ لو انا جيت اوزع العنصر ده، هو عبارة عن ذرة واحدة، حاجة واحدة اهو قدامكم. لما انا عملت مثلا كده O2، يعني معايا 2 O، كل واحدة عددها الذري 8، صح؟ طيب الذرة دي اصلا بتتكون من ايه؟ لو تفتكروا كان عندي الذرة بتتكون من نواة، والنواة دي بيدور حواليها الكترونات سالبة، والنواة كانت موجبة، وان النواة كان جواها بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة. كل الكلام ده قديم. نفتكر كده، كنا واخدين حاجة اسمها ذرة. الذرة دي اصغر حاجة في المادة، يعني انا بقول ذرة من حاجة يعني اصغر حاجة. كانت بتتكون من نواة موجبة وبيدور حواليها الكترونات سالبة، والنواة كان جواها حاجة اسمها بروتونات وحاجة اسمها نيوترونات. البروتونات كانت موجبة والنيوترونات كانت متعادلة، وده اللي خلى النواة موجبة. ليه؟ النواة جواها موجب، والنيوترونات اهي موجب وسالب، صح؟ فمعايا 2 موجب وواحدة سالب، فالنواة بقت موجبة والالكترونات بقت سالبة،
والذره كلها بقت متعادله عشان جواها موجب وسالب. طيب لو انا جبت مثال على الذره زي الاكسجين ووزعتها، هوزع ايه؟ مش انا قلت ان الالكترونات بتدور حوالين النواه؟ انا عندي كأن دي النواه اهو هعمل هنا نواه، والالكترونات هتدور حواليها اهي. النواه جواها موجب ومتعادل اللي هي بروتونات ونيوترونات. الالكترونات كانتش بتدور في اي حته، كانت بتدور في مستويات طاقه. يلا نوزع. 2 اتبقى من ال8 كام؟ 6. طب ده كده ايه؟ دي الالكترونات وهي بتدور حوالين النواه. طيب نعمل ايه برضو يمس بالكلام ده؟ ما هو من هنا بقى جت فكره التيار الكهربي. ليه؟ قالك لو الذره مش قادره تسيطر على اخر مستوى طاقه، الالكترونات اللي فيه دي بتخرج ويبقى اسمها الكترونات حره. بس مش هقول على ده لان ده ايه؟ قريب. يعني مثلا لو جبت انا كي 19، يلا نوزعه. كي 2 ال 8 ام 8 اتبقى 1. لو حد مش فاكر التوزيع، هو مش عليكم عامة دلوقتي، بس لو حد مش فاكره فانا كنت بوزع الكي بتاخد 2، الباقي كله بياخد 8 اخره 8. فانا حطيت الكي 2 من 19، بعدين حطيت ال 8 بقى 10 اتبقى 9. الام بتتملي ب8 حطيتها، واتبقى 1 حطيته للان. طيب الكي دوت شادد كل دول مسيطر عليهم، بس اخر الكترون ده بعيد عنه صح؟ فالالكترون ده ممكن يطلع بره النواه بتاعته، بره الجاذبيه بتاعه النواه، يخرج. ساعتها بقول عليه الكترون ماله؟ حر، اتحرر من جاذبيه النواه. عارفين فكره الكواكب؟ مش انا عندي الشمس بيدور حواليها 8 كواكب؟ مش انا عندي الترتيب بتاع الكواكب عطارد ومش عارف ايه وفي الاخر خالص نبتون؟ طب ما انا عندي الكواكب دي برضو هي بتدور حوالين مين؟ الشمس. لو الشمس ضعفت الجاذبيه بتاعتها، اخر كوكب هيطلع ويتحرك حركه عشوائيه في الفضاء زي ما حصل قبل كده، وكان كوكب اسمه بلوتو، مش عارفه سمعتوا عنه ولا لا. بس انا كان عندي 9 كواكب مش 8. طب التاسع ده راح فين؟ ده خرج بره المدار بسبب ان هو كان اخر واحد بعيد، فبقى كوكب حر مش عارفين مكانه دلوقتي. انما انا عندي دلوقتي هنا نفس الكلام بقى في النواه بتاعتي. النواه قادره تسيطر على مستويات الطاقه والالكترونات اللي فيها. لو في الكترون عرف يخرج بيبقى اسمه الكترون حر. والالكترون الحر ده بقى لما بيبتدي يتحرك بيبدا يعمل توصيل كهربي، ومن هنا جت فكره التيار ايه؟ الكهربي. تعالوا نرجع كده للدرس. بيقول لي اهو النتائج المترتبه على انعدام قوة التجاذب بين النواة وإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي اللي هو اسمها إلكترونات التكافؤ، قال لي بتتحرر ويبقى اسمها إلكترونات حرة. عشان كده بنعمل أسلاك التوصيل من فلزات. لو حد شاطر هيقول لي اشمعنى فلزات؟ عشان هي اللي بتفقد إلكترونات صح؟ مش احنا لما خدنا بقى في أول درس خالص قلنا الفلزات بتفقد ولا فلزات بتكتسب؟ فهي اللي بتفقد، هي اللي بتطلع إلكترونات حرة كتير. فبناء على كده أنا بعمل كل أسلاك الكهرباء من فلزات توصل. طيب قال لي اهو عند توصيل هذه الاسلاك بمصدر يعني حاجه تديها كهرباء، الالكترونات بتمشي في السلك مكونه تيار كهربي. طيب يعني ايه بقى تيار كهربي؟ قال لي يعني تدفق الشحنات الكهربيه. شحنه كهربيه بتمشي اللي هي الالكترونات، شحنه هي الالكترونات خلال موصل معدني. اكيد السلك بيبقى معدن، محدش يجي يقول لي ايه يعني انا عايزه اجيب لكم سلك، ما علينا. محدش يجي يقول لي السلك دوت من بره يمس مطاط او بلاستيك، احنا مغلفينه يا جماعه عشان ما نتكهربش. انما لو فتحت سلك بايظ قديم عندك هتلاقي جواه نحاس او معدن من الاخر، يعني هتلاقي حاجه مثلا لونها اصفر بتلمع كده او ذهبي، ده معدن صح؟ فانا قال لي اهو يبقى بتمشي في موصل معدني اللي هي السلك في دوائر مغلقه. يعني ايه كلمه مغلقه؟ تخيلوا لو انا بشحن التليفون بتاعي، فانا عندي مثلا الفيشه اهي تمام، ومعايا الشاحن ومعايا السلك ومعايا التليفون اللي انا هشحنه. هل لو السلك مش واصل للتليفون او الفيشه مش مدخله فيها الشاحن، هل ده هيوصل كهرباء؟ لا، لازم تبقى الدايره مقفوله، يعني ده متوصل من هنا وده متوصل من هنا. فقال لي انا شرط عشان الكهرباء تشتغل الدايره تبقى مقفوله، الاسلاك تبقى متوصله كده. يعني عارفين لما احنا بنشغل النور احنا بنعمل ايه؟ بندوس على الزرار صح؟ إيه اللي بيحصل؟ الكهرباء بتتوصل كده ببعضها فتقدر الالكترونات تمشي وتوصل لللمبه تشغلها. طب لما بدوس على الزرار وبتفتح او يعني النور بيطفي، ايه اللي بيحصل؟ الكهرباء بتبعد كده عن بعضها، بيبقى المفتاح بيبعد يتفتح يبقى عامل كده، فايه اللي يحصل؟ الكهرباء متعرفش توصل فاللمبه تطفي، وهكذا بقى في كل الاجهزه.
قال لي انا عندي حاجه هو اسمها الدائره الكهربيه، ودي بتتكون من شويه مكونات. ايه هي؟ قال لي لو انا قلت دايره كهربيه بسيطه لازم يبقى فيها مصباح. ليه مصباح؟ قال لي عشان ده اللي يعرفني، على فكره مش شرط مصباح، اي جهاز ده اللي يعرفني اصلا الكهرباء شغاله ولا لا. يبقى مصباح عشان نعرف نستدل منه على مرور التيار الكهربي. تمام. قال لي فيها مفتاح عشان نتحكم في فتح وغلق الدائره، فيها سلك علشان يوصل المكونات ببعض، اعرف اوصل الكهرباء، فيها عمود كهربي يعني حجر او بطاريه. الحجر والبطاريه الاتنين نفس الايه المعنى، اللي هو حاجه مخزنه كهرباء عشان تبقى ايه مصدر للتيار الكهربي. طيب انا لما باجي ارسم الدايره الكهربيه وعليكم الرسم بتاعها بنرسمها ازاي؟ تعالوا كده اطلعي حاجه فوق. بسم الله كده. لو انا عايزه ارسم عمود كهربي يعني مصدر للكهرباء بعمل ايه؟ بصوا، بعمل خط صغير كده ده السالب، وخط صغير تاني ده الموجب، يبقى انا بعمل سالب وايه وموجب. ده كده العمود المصدر بتاع الكهرباء. طب السلك بعمله ازاي يا مس؟ بعمل خط عادي جدا اهو، خط. طيب المصباح بعمله ازاي؟ باجي هنا كده اقوم عامله دايره واقوم عامله فيها شكل كده، شكل المصباح. طب بعد كده بنعمل حاجه اسمها مفتاح. بنعمله ازاي مفتاح؟ بنعمل نقطه ونقطه تانية فوقيها اهو، بس كده. طب ايه يا مس ده، هل الدايره دي شغاله ولا لا؟ حد هيبص هنا يقول لي مفتوحه، صح؟ احنا قلنا شرط الكهرباء تشتغل تبقى كل الاجزاء متوصله. دي مفتوحه من هنا اهو، دي مش شغاله. طب انا عايزه المصباح يشتغل، هقوم قافله المفتاح موصلاهم ببعض كده، خلاص كده الكهرباء تقدر تمشي وتوصل للجهاز، هيبتدي المصباح يشتغل. يبقى انتوا عليكم رسمه الدايره الكهربيه دي كده. لو عمود، لو بطاريه بنعمل كذا واحده من دول، يعني بعمل كده وارجع التاني كده واقوم موصله. انا عملت ايه؟ سالب موجب سالب موجب سالب موجب، براحتكم بقى، في مشاكل مش شرط 3 يعني، مهم كذا واحده من دول. طيب انا نفسي ابطل اشخبط على البتاعه دي. ماشي. وهنا قال لي اهو الخط الصغير سالب والكبير ايه موجب. نيجي نشوف المثال ده. بيقول لي انا عايزه اداري حل كده يا رب ما اكون لحقته تغش. في الدائرتين الكهربيتين التاليتين لماذا يضيء المصباح في الدائره 1 ولا يضيء في الدائره 2؟ تعالوا نشوف هنا. بصوا المفتاح مقفول، الاسلاك متوصله، اكيد هيشتغل لان كل اجزائه متصله معا، يعني دايره مغلقه. طب هنا بصوا المفتاح ماله مفتوح، الاجزاء مش متوصله، فبالتالي الكهرباء مش هتعرف تعدي وتروح للمصباح. يبقى هنا عشان الدايره مفتوحه الاسلاك مش متوصله، يبقى هنا قال لي يضيء لاتصال جميع اجزاء الدايره، ده الدايره مقفوله. طب هنا لا يضيء لان الدايره مفتوحه اهو، المصباح قدامكم ماله مفتوح، في هواء داخل اهو. طيب نخش على الخصائص الفيزيائيه للتيار الكهربي. قال لي في شويه حاجات هندرسها، حاجه اسمها شده التيار وحاجه اسمها فرق الجهد وحاجه اسمها مقاومه. نبدا باول حاجه شده التيار. يا ستي اثبتي بقى، ايه ده ايه ده ايه ده طيب قال لي شده التيار دي معناها ايه؟ لو انا بقول ان انا عندي سلك، مش لاقيه سلك بس ايه هنستعين بالشنطه. لو انا بقول ان ده سلك تمام والكهرباء ماشيه فيه، كميه الكهرباء اللي ماشيه في السلك ده في الثانيه الواحده هي دي شده التيار الكهربي. يعني ايه؟ السلك اهو لو ماشي هنا مثلا حبه صغيرين فانا هقول ان شده التيار الكهربي ضعيفه، ولو ماشي هنا كهرباء كتير كميه كهربائيه كتيره قوي يبقى انا هقول ان شده التيار عاليه، صح كده؟ يبقى قال لي ايه هي شده التيار الكهربي؟ هي كميه الكهرباء اهو، كميه كهربائيه او مقدار الشحنه الكهربائيه المتدفقه يعني المتحركه عبر مقطع من موصل في زمن قدره 1 ثانيه. يعني كميه الكهرباء اللي ماشيه في سلك، مقطع من موصل دي يعني حته سلك، في زمن قدره 1 ثانيه، وكل ما الكميه تزيد كل ما شده التيار الكهربي تزيد. فقال لي انا هنا بقى عندي قانون، وانا بحب الجزء ده وبحب المسائل اللي عليه، وبالله عليكم ركزوا. انتوا عارفين اني بحب ده عشان ده تخصصي، انا فيزياء، ما يعني انا الكليه بتاعتي مخرجاني ان انا اشتغل فيزياء ثانوي واعدادي علوم. فانا الفيزياء دي اكتر حاجه بحبها. كنت بحبها ليه بقى؟ بحب المسائل، بحب الحاجات اللي فيها افكار. انا عارفه ان الجيل اللي طالع بلاش اكبر نفسي بس ايه بيستسهلوا، بس الناس اللي دماغها شغاله
وبتحب تفكر هتعرف تحل. صدقوني الموضوع مش صعب، ما فيش تعقيد، مفيش اي حاجه. انا بس بفهم ازاي احل، عندي قانون اعرف اعوض واشتغل براحتي بقى. فانتوا هتفهموا معايا دلوقتي، وانا هديكوا الطريقه بتاعه الحل، وعيشوا بقى كل انواع المسائل، اقعدوا فكروا كده عشان اوصل للحل اعمل ايه، اشتغل ازاي، اجيب منين القانون، اكتب القوانين كلها ارصها كده وابدا احل براحتكم. ماشي، تعالوا نكمل. بيقول لي هنا شدة التيار الكهربي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن كمية الكهرباء اللي هتمشي في ثانية، صح؟ فقال لي خلاص ده القانون، شدة التيار هي الكمية الكهربائية على الزمن. يعني لو انا اختصرت القانون، شدة التيار رمزه ت بيساوي كمية رمزها ك زمن زين. طيب يعني انا يا مس ممكن اعمله في شكل مثلث؟ ويبقى انا عندي اللي فوق يفضل فوق، الكمية الكهربائية كانت فوق هكتبها هنا، خلينا اكتبها كاف اهو، شدة التيار اهي والزمن اهو. طب يلا كده، لو طلب مني شدة التيار هشوف كمية الكهرباء كام وهقسمها على الزمن. طب لو طلب مني زمن هشوف كمية الكهرباء كام وهقسمها على شدة التيار. طب لو طلب هو كمية الكهرباء هشوف شدة التيار بكام وهضربها في الزمن. طب يلا كده واحدة واحدة نقول وحدة قياس كل حاجة فيهم. شدة التيار على اسم عالم هو اللي اخترع الحوارات دي كلها، اسمه أمبير. أمبير، النقط الحمد لله. طيب الكمية الكهربية على اسم عالم اسمه كولوم، كل واحد اخترع حاجة يسميها لي على اسمه، والزمن عادي بالثانية. طيب يبقى أنا عندي شدة التيار بعد ما أقيسها، بعد ما أجيبها، يعني مثلا حسبت شدة التيار ب2 فبقول 2 أمبير. طب حسبت الكمية الكهربائية ب10 فبقول 10 كولوم. طب حسبت الزمن ب12 فبقول 12 ثانية. يبقى أنا عندي كل حاجة ليها وحدة قياس. طيب تعالوا بقى، أنا عايزة إيه؟ يعني عايزة مسائل واحدة واحدة كده. نشوف هنا مثال، هقول لكم برضو التعريفات دي عشان تفهموا. هنا مثلا بيقول لي عرفي الامبير. طب حد شاطر بقى من غير ما نحفظ، احنا بنفهم. الامبير ده بيقيس ايه؟ بيقيس شدة التيار يا مس. يبقى انا هقول له هي شدة التيار وخلي الباقي بواحد. يعني ايه يا مس؟ يعني هي شدة التيار لما تكون الكمية الكهربائية ب1 كولوم والزمن ب1 ثانية. اهو شدة التيار الناتج عن مرور كمية كهربائية مقدارها 1 كولوم وزمن 1 ثانية. طب نفس الطريقة لو انا بقول عرف الكولوم، بصوا هخبي التعريف وانتوا قولوا معايا. الكولوم هو بيقيس ايه؟ بيقيس الكمية الكهربائية. يبقى انا هبدأ التعريف كده، هو الكمية الكهربائية لما يكون شدة التيار 1 أمبير، قلت لك خلي الباقي ب1 والزمن 1 ثانية. يبقى اهو الكمية الكهربائية المنقولة بتيار شدته 1 أمبير وزمن قدره 1 ثانية. تعالوا بقى عايزة أشوف مسألة كده ونحل، نداري الحل اهو. بيقول لي احسب شدة التيار الكهربي. من قبل ما أكمل، شدة التيار اللي هي ت، وانتوا اكتبوا بقى بلاش اختصارات، أنا بس عشان الوقت، بتساوي كاف مش راضية تتكتب، اللي هي الكمية الكهربية على الزمن. طيب بتساوي، يلا كده نرجع هنا، كمية كهربية مقدارها 5400، يبقى الكمية هشيلها واكتب حلها 5400 خلال مقطع من موصل لمدة نص ساعة، الزمن بنص ساعة. طب واحدة واحدة، نص ساعة أنا قلت أنا شغالة بالإيه؟ بالثانية. يبقى أنا محتاجة أحول من ساعة لثانية، أحول الأول لدقيقة صح؟ يبقى أنا هضرب النص دي في 60 لأن الساعة فيها 60 دقيقة. طيب عايزة أحول بقى من دقيقة لثانية، يبقى هضرب الناتج اللي هيطلع في 60 تاني كده. لو أنا بقول لحد ساعة فيها كام دقيقة هيقول لي 60 دقيقة، طب فيها كام ثانية؟ هيضرب ال60 في 60 تاني صح؟ نفس الكلام اهو. طيب لما اضرب دوت هيطلع بكام؟ نص في 60 ب60، نص في 60 ب30، 30 في 60 1800 تقريبا، 1800 ثانية، عشان انا محبش الرياضة بس اتأكد. فين 1800؟ عيبة والله، تعالي رحتي فين اهو. يبقى انا هشيل الزمن واحط 1800. بعد كده الناتج بقى اللي هيطلع، دي صعب احسبها انا الناتج اللي هيطلع هكتب جنبه ايه؟ مش انا بجيب شدة تيار يبقى اكتب امبير. طب لو انا كنت بجيب يا مس كمية كنت كتبت كولوم، والزمن بكتب ثانية، اهو طلع ب3 يبقى هكتب 3 امبير. في مشاكل؟ المسائل سهلة، وبرضه انا مش هحل معاكم الافكار دي بس، انا هحل تاني عليها،
هخلص وهجيب كذا مسألة نحلها في اخر الفيديو سوا، ماشي؟ طيب عايزة اديكم مثال كده واحل معاكم برضو، حاسة ان انتوا ايه محتاجين تحلوها. هسيب لكم مسألة تحلوها وتبعتوها لي. يعني انا مش عارفة في الكومنتات ينفع تحطوا صور ولا لأ، بس لو ينفع سيبوها لي في الكومنتات، ويبقى مثلا اول كومنت يحلها صح، او مثلا يقول الناتج بتاعها صح، هقول اسمه المرة الجاية مثلا ان هو ده اللي حلها، عادي يعني معاكم، نعملها زي لعبة كده. طيب هقول الاول مسألة واحلها، بعدين هسيب لكم مسألة مثلا تحلوها انتوا. لو قال لي مثلا احسب الكمية الكهربائية، ماشي، عايز ايه بقى؟ عندما يكون، يا جماعة سامحوني على خطي في السبورة الجميلة دي، عشان انا مش بحب اكتب على الكلام ده والله. ماشي، عندما يكون شدة التيار مثلا 2 امبير، والزمن 2 ثانية. يلا كده، هو قال لي احسب كمية كهربية، خش على القانون على طول. هعمل القانون بتاعي، كان هنا كاف ت زين، عايز الكمية هعمل ايه؟ كاف هتساوي ت في زين، يعني شدة التيار في الزمن، هقوم كاتبه اهو كاف بتساوي ت في زين. يلا ت بكام؟ شدة التيار ب2 اهو، في زين بكام؟ ب2، 2 في 2 ب4. بجيب ايه؟ كمية كهربية، يبقى كولوم. خلصت المسألة، مفيش اي حاجة صعبة، حتى لما تيجي افكار والله هتبقى سهلة، وانا هبقى برضو اخلص الدرس واقوم حل الافكار بتاعته. هديكوا بقى سؤال تحلوه لي انتوا، هقوله ما هكتبه، ماشي مش مشكلة، انتوا ولاد حلال وتستاهلوا خطي. اهو احسب الزمن، يعني انا عايز الزمن المرة دي، وهقول لكم ان شدة التيار ب2 امبير، وان الكمية الكهربائية ب8 كولوم. اول حد هيكتب يعني اول حد هيقول الخطوات عمل ايه والناتج صح والوحدة القياس، هقول اسمه المرة الجاية ان هو ده اول حد حل المسألة. طيب تعالي هنا في الكلام ده، لو الناس متابعاني من الترم الاول هتعرف ده، كنت بقول لكم الطريقة بنعرف بيها ازاي. انا هشرح مثالين كده وانتوا تكملوا، هشرح مثالين سهلين ومثال في فكرة وانتوا تكملوا بقى، ولو في حاجة اسألوني. هنا بيقول لي ماذا يحدث لشدة التيار؟ السؤال ده بيجي كتير قوي قوي بجد. إذا زادت الكمية الشحنة الكهربائية المرة ماشي، زادت للضعف، يعني الكمية هتزيد للضعف والزمن هيفضل زي ما هو. عايز ايه اللي هيحصل لشدة التيار؟ هاجي كده هقوم عاملة كده اهو، شدة التيار بتساوي ايه؟ كمية على الزمن. طب هو قال لي ايه اللي هيحصل؟ قال لي ان الكمية هتزيد للضعف. انا هفترض ارقام، يعني هفترض مثلا ان الكمية كانت ب2 وان الزمن كان ب2. هو قال لي ايه اللي حصل؟ الكمية زادت للضعف صح؟ تعالوا الاول نحسب، لو الكمية ب2 والزمن ب2 هيبقى شدة التيار بكام؟ 2 على 2 صح؟ مش هو شدة التيار بيساوي كاف على زين، يعني ده على ده يبقى فيها 1 امبير. طيب هو قال لي ايه اللي هيحصل؟ زادت الكمية الكهربائية للضعف، يبقى الكمية بقت بدل 2 بقت 4، زادت الضعف. وثبات الزمن يعني فضل 2 زي ما هو. طب يلا نحسب شدة التيار المرة دي، ده على ده 4 على 2 فيها 2 امبير، يعني كانت 1 بقت كام؟ 2. يبقى ايه اللي حصل لشدة التيار يا سنة تالتة؟ زاد للضعف. يبقى انا هقول له اهو فين؟ تزداد للضعف. يبقى انا بعمل ايه لما يجيلي سؤال ايه اللي يحصل لكذا؟ بكتب القانون بتاع كذا اللي هو سأل عليه ده، وافترض الاول ارقام من دماغي، خلوها ارقام زوجيه وصغيره وسهله عليكم. يعني انا افترضت 2 و2، كان ممكن افترض 4 و2، ارقام سهله. طب بعد كده بحسب واشوف شده التيار طلعت بكذا، اول حاجه اللي بيسالني عليها. رجع بقى قال لي لو كذا اتغير هقوم مغيره اللي هو قال لي عليه ده، اللي للضعف هزوده للضعف، لو كان معايا 2 اخليها 4، معايا 3 اخليها 6، وهكذا.
طب لو حاجة ثابتة هسيبها زي ما هي، لو حاجة قلت هقللها، وارجع احسب تاني واشوف الرقم اللي طلع معايا بقى هل هو نفس الرقم الاولاني فاقول له مفيش حاجة تحصل وتظل كما هي، ولا هل هو ضعفه فاقول له زي كده طلع 2 والاول كان 1 فقلت ان هو زاد للضعف. طب هل هو نصه؟ يعني لو ده كان طلع معايا مثلا نص كنت اقول قلل النص، وهكذا بقى. تعالوا نشوف مثال تاني واشرح مثال فيه فكرة وانتوا بقى ايه مع نفسكم. هنا بيقول لي زاد الزمن للضعف والكمية ثابتة، يعني عكس. طب يلا كده نفس الكلام، شدة التيار بتساوي كاف على زين، صح؟ يلا نفترض هو عايز اللي بيحصل لت، فانا مش محتاجة افترض لها لان انا هحسبها. هفترض لكاف وزين نفس الكلام اهو، كاف ب2 وزين ب2، انا ما عملتش حاجة. يلا هحسبها هتطلع ب1. طب يلا هو قال لي ايه اللي حصل؟ قال لي ان الكاف اهو فين الكمية الكهربية ثابتة يعني ب2 زي ما هي، وقال لي ان الزمن اللي هو زين اهو ايه اللي حصل له؟ زاد الزمن للضعف. كان كام الزمن؟ انا كنت فرضاه ب2 للضعف، ضعف ال2 كام؟ 4. يبقى انا عندي المرة دي هحسب، محدش يجي يقول لي ده على ده، انا بحسب ايه؟ كاف على زين، يعني 2 على 4 اهو كاف على زين. فيها كام؟ فيها نص. طب يلا هنا كان كام؟ كان 1. طب وطلع بعد كده لما انا غيرت بنص، يعني ايه اللي حصل لشدة التيار؟ يقل للنص اهو، تقل للنص. طيب في بقى واحدة فيها فكرة، دي سهلة برضو. فين دي؟ هنا بيقول لي ايه؟ اذا زادت كمية الشحنة الكهربية المرة عبر مقطع من موصل بمقدار الضعف. في ناس بتفتكر كلمة بمقدار الضعف هي للضعف، فتروح مثلا تفترض ب2 وتيجي بعد كده تخليها 4 اللي هي زادت للضعف. لا، مقدار الضعف يعني ضعفين، فاهمين؟ لو قلت للضعف بس يبقى انا لو معايا 2 اخليها 4. طب لو قلت بمقدار الضعف لو معايا 2 اخليها 6، يعني ازود الرقم مرتين. فانا هنا قال لي بمقدار الضعف. طب يلا نفترض ونحل. انا عندي كاف مثلا هفترضها ب2 مش هغير اهو، والزمن ب2 برضو، لما اجي احسبها 2 على 2 فيها 1، صح؟ طب هو قال لي زادت بمقدار الضعف، يعني ازود الرقم ده مرتين، يعني احط على 2 2 و2 تاني هيبقى فيها 6. والزمن ايه اللي حصل له؟ قال لي الزمن قلل النص. طب يعني الزمن كان كام؟ ب2 بقى ب1. يلا نحسب 6 على 1 فيها 6. طب ايه اللي حصل بقى لشدة التيار؟ دي كانت 1 يمس وبقت 6، يعني زادت 6 أمثال. يبقى أنا هقول أهو تزداد شدة التيار إلى 6 أمثال قيمتها. يبقى أنا أفرق يا سنة تالتة ما بين كلمة للضعف وكلمة بمقدار الضعف، تمام؟ عشان بتلخبطكوا في الامتحان. آخر حاجة هنا قال لي العلاقة ما بينهم إن العلاقة ما بين شدة التيار والكمية طردية، إنما شدة التيار والزمن عكسية. يعني إيه؟ بصوا أنا كنت بقولها كده للعيال عندي، انا عندي ت بتساوي كاف على زين، كنت بقول له ايه؟ اللي فوق زيها واللي تحت عكسها، اللي فوق زيها واللي تحت عكسها. يعني ايه؟ يعني ده يزيد اللي فوق زيها تزيد يبقى طردية، واللي تحت عكسها ده يزيد ده يقل يبقى عكسية. طيب يبقى انا لو سألتك ايه اللي يحصل لشدة التيار لو الكمية زادت؟ الكمية كانت فوق تبقى زيها تزيد. طب ايه اللي يحصل لشدة التيار لو الزمن زاد؟ الزمن كان تحت يبقى عكسه يبقى تقولي ال، وهكذا. اخر حاجة في جهاز اسمه الاميتر، من اسمه تحسه اميتر شبه امبير، صح؟ فهو قال لي هو فعلا شبهه لانه بيستخدم في قياس شدة التيار الكهربي. وما تلخبطوش نفسكم بقى، امبير دي وحدة القياس، يعني بجيب الرقم واكتب جنبه امبير. طب الاميتر ده جهاز بيقيس لي شدة التيار، يعني انا عايز اعرف شدة التيار في حاجة فلانية مثلا جهاز، بقوم جايبة جهاز الاميتر ده بيقول لي شدة التيار كذا، فقال لي هو اهو يستخدم في قياس شدة التيار. طب رمزه بنكتب بالحرف بتاعه، مش هو اميتر يبقى حرفه A، يبقى انا هعمل كده واقوم كاتبه A وبقوم عامله طرفين موجب وسالب. طب قال لي ده بنوصله ازاي في الدايره؟ لو انا بوصله ببطاريه بوصل بموجب بالموجب، يعني اعمل الخط طويل هنا، والسالب بالسالب، يبقى اعمل هنا الخط انهي؟ الصغير، فاهمين؟ يبقى هو بيتوصل في الدايره على التوالي. يعني ايه توالي برضه عشان ما قلتهاش؟ توالي يعني في نفس السلك كده، مش بطلعه بره الدايره، في نفس الخط، ماشي معاهم في نفس الخط اهو. واحنا هناخد التوالي والتوازي ده بالتفصيل، بس اعرفوا دلوقتي ان هو بيتوصل على التوالي. المره فين؟
بصوا توالي دي معناها كده اهو، بصوا متوصل في نفس السلك كده، ده كده اسمه توالي. توازي دي بقى حاجه تانية هناخدها بعدين، بس خلينا دلوقتي ان الاميتر بيتوصل على التوالي. طب بصوا موصله ازاي، الموجب اهو صح، مشيت 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 مشيت، العمود اهو ده برضو موجب، يبقى الموجب بالموجب والسالب بالسالب. تمام، يبقى اللي اهو بيتوصل الموجب بالموجب والسالب بالسالب، وفي الجهاز الرسمه بتاعته الموجب بيبقى لونه احمر والسالب بيبقى لونه اسود. انا في الكليه كنت بشتغل بالجهاز ده، فانا ما كنتش بيبقى مكتوب اني موجب واني سالب، يعني مش شرط دي تبقى واضحه، احيانا بيجيبوا اجهزه مهلكه فبتكون دي ممسوحه، فاهمين؟ فانا ببقى عارفه ان لونه احمر موجب واللي لونه اسود ايه سالب، وبوصل بقى بناء على كده. طيب ماشي، هنوقف لحد هنا، مش ما طولتش عشان مش عايزه الفيديو يبقى طويل ورخم، عايزه ان انتوا تخلصوا ده وتحلوا عليه وتحلوا المسائل بتاعته، وبعدين ايه ترجعوا تاني اللهم صل على سيدنا محمد، ترجعوا تاني تشوفوا باقي الافكار وتشوفوا باقي الدرس. وانا زي ما قلت لكم في اخر، عشان انا برضو قلت في اخر الفيديو هحل مسائل، انا مش قصدي في اخر الفيديو ده، في اخر الفيديوهات خالص هحل، يعني بعد ما اخلص الدرس ده ممكن اصوره على 3 فيديوهات، فانا عقبال ما اخلصه هكون حضرت لكم بقى مسائل ونحلها سوا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الاسئله اللي عايزاكم تحلوها، بصوا في هنا فين، تعالي بتاع اللي بتيجي هنا دي راحت فين، انا هفضل اطلع كده دي ليه لسعادتك. طب بصوا يا حبايبي، انتوا شطار وهتعرفوا، في لما بتخلصوا الدرس في اسئله ورا صح، هتلاقوا كلمه مسائل متنوعه او مسائل على الدرس، هتلاقوا تقريبا اول 3 امثله او 4 مش فاكره هم عن شده التيار، هتحلوا ال4 دول وتوروهم، او على الاقل لو حاجه وقفت معاكم اسالوني. تمام، وبس كده، اشوفكم على خير بقى في باقي الدرس، وربنا معاكم يا رب، وباي باي.